نعرف قد يكون فاتنا في زمن التأصيل والتحصيل الأول، ولكن العلم كما يقولون لا يحد بسن ولا بغيره، ولا يتوقف عند حد ولا سن ولا وصف ولا علم، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: إلى متى يطلب العلم؟ قال: إلى أن تدخل القبر يا عبد الله. طلب العلم إياك أن تظن أنك قد بلغت أو وصلت فتزعم في نفسك أو لنفسك أنك بلغت المنتهى والغاية، فطلب العلم يعني ليس مما تهتم له في وقت من الأوقات. هكذا قالها رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك العلم هو بينتهي أبدا، وطلبه كذلك فينبغي أن يحرص عليه، وخاصة كما يعني ذكر مشايخنا كثير منهم رحمهم الله كتب الإمام محمد حقيقة، لأنه جدد يعني هذه الدعوة المباركة، دعوة السلف، دعوة الصحابة، وما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة، بعد أن درس كثير يعني من مظاهر السلفية والتنقيح والتحقيق والتصفية في التوحيد والبعد عن الشوائب وغيرها. عما يعني كثير من البلاد مظاهر شركية ومظاهر بدعية كثيرة جدا، حيث كان أو في الزمن الذي كان رحمه الله رحمة واسعة، فيسر الله وهيأ الله عز وجل له على توفيق منه تبارك وتعالى ومنة منه سبحانه وتعالى، فجدد